بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة القرآنية الماتعة، ونستأذنكم في وقفة إجلال وتقدير لأداء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. هذا الوطن الذي يرعى السلام الآن في المنطقة بقيادة الزعيم القائد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لإيقاف أنهار الدماء في غزة، وجعله الله تبارك وتعالى عونا لأهل السلام. فنسأل الله تعالى أن يجري الخير على يديه، وأن يبارك في سعيه وعمله، وأن يزيد مصر به رفعة وعلوا وعزة وشموخا. الحمد لله الذي امتن على هذه الأمة بنعمة خير البرايا، وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله الثبات على الملة والسلامة من المحن والرزايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بالسر والخفايا، والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، فرج كروب المسلمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد خير البرايا، كريم الخصال شريف السجايا، المطلع على مكنون الضمائر، والمجبول على معالي الأخلاق، والمترفع عن الدنايا. جيش الجيوش وبعث البعث وأرسل السرايا، عليه من الله وعلى أصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأشرف التحايا. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمارا. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الوجود منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، محى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق الوليد مذلة، وهو الذي باليتم زاد فخارا. صلى عليك الله يا خير الورى، صلوا عليه وعظموا المختار.
أيها الإخوة الأحباب، نحييكم في هذه الليلة القرآنية الماتعة، ليلة الجمعة، بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسم عمدة قرية سمان الأستاذ أحمد إبراهيم خليل جمعة، وباسم مكتب الفاروق برئيس مجلسه الإداري الحاج يحيى عامر، نرحب بكم في هذه الليلة التي ننتظرها من العام إلى العام، لنشرف بتكريم أهل القرآن الكريم. ومعنى أهل القرآن الكريم يعني أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، نستمع إلى هذه الآيات القرآنية المباركة من ابن قرية سمان، فضيلة القارئ الشيخ محمد يسري جمعة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
سيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لا والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين وآتانا به ما لم يؤت أحدا من العالمين. أنزله هداية عالمية دائمة وجعله للشرائع السماوية خاتمة ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. أيها الإخوة الأكارم، بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي استمعتم إليها بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد يسري جمعة ابن قرية سمان، لا يفوتنا إلا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء الذين زادوا هذا الحفل بهجة وسرورا وضياء. واسمحوا لي أن أبدأ بيمين المنصة الحاج عامر الحاج عبد العزيز عبد الله عبد العزيز منصور،
الحاج عبد الله عبد العزيز منصور عمدة قرية منيا الدويب، الحاج جمال ابو عزيزة شيخ قرية شنشور، الدكتور محمود رفعت البرع، الحاج ايهاب نبيل جمعة عمدة كمشوش، الحاج جمعة علي الورداني، الحاج طارق عبد الحكم عمدة قرية كفر الدوار، الحاج محمد هنداوي درويش عمدة قرية الخضرة، الأستاذ أحمد طرفاية المستشار القانوني لشيخ الأزهر الشريف، الحاج علي كمال جمعة، الشيخ المبتهل شعبان عبد الجيد شعبان، الشيخ محمد يسري جمعة، عمدتنا الكريم الأستاذ أحمد إبراهيم خليل جمعة عمدة قرية سمان. المنصة الكريمة ترحب بحضراتكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الليلة في موازين الحسنات، ونقول للمنصة ولكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحباب، لن نطيل عليكم كثيرا، ولكن سنبدأ الآن الدخول في أجواء التكريم، ونبدأ بتقديم هذه الهدية الرمزية التي تعد في حد ذاتها معنوية للأب الروحي الحاج يحيى عامر، إذ يسعد مكتب الفاروق بقرية سمان أن يقدم هذه الهدية إلى الحاج يحيى عامر، فلتحيوه على مجهوده المبارك الذي يبذله في خدمة القرآن الكريم وفي خدمة أهل القرآن الكريم، لا يتوانى لحظة ولا يتأخر دقيقة عن خدمة أهل القرآن. فنسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعل سعيه سعيا مبرورا. ثم نقدم هذه الهدية الأخرى للأستاذ مصطفى نبيل زكي، وذلك لتيسيره لأبنائنا وبناتنا على استخراج استمارات الاشتراك في المسابقة القرآنية، وهذه هدية رمزية مقدمة من مكتب الفاروق بسمان لسيادته على هذا الجهد الطيب المبذول. جهزوا بقى يا جماعة. يا مصطفى اقف فين الشهاده بتاعته اديها له، الدرع بتاعه اديها له. ماشي، اقف معاه. نأتي بعد ذلك إلى تقديم واعتماد إجازات القرآن الكريم، إجازات في روايات القرآن الكريم وقراءاته، هذا الطريق الشاق الصعب الذي لا يمشي فيه إلا من ألهمهم الله تبارك وتعالى صبرا ووفقهم إلى هذا الخير الكبير. ومن سار في هذا الطريق، طريق القراءات والروايات، عرف أن هذا الطريق شاق، ولكن وفق الله تبارك وتعالى مجموعة من أبنائنا وأخواتنا وبناتنا إلى هذا العمل الطيب المبارك، وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم،
وإننا نقدم لهم أفضل التهاني والتبريكات على هذا السند المتقى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالمجازة الأولى، المجازة عفاف أحمد إبراهيم جمعة. المجازة برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، وهي ابنة قرية سمان. المجازة الثانية هي شمس علاء الدين عبده غنيم. المجازة برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، ابنة عزبة جمعة قرية سمان. المجازة إيمان أحمد شفيق علي. المجازة بقراءة الإمام عاصم الأسدي الكوفي. وقد أجيزت بقراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص عليهما رحمة الله تعالى ورضوانه، وهي ابنة قرية شوشاي مركز أشمون. أما المجاز التالي هو عبد الرحمن محمد عبد الحكيم محمد عبد الواحد. المجاز برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، ابن قرية مني الدويب مركز أشمون. المجازة أسماء شحات محمد عبد الجواد، ابنة قرية القنطرين، وقد حصلت على إجازة في رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم. المجازة التالية وهي مجدة رمضان عبد العزيز يوسف، ابنة قرية شوشاي مركز أشمون، وقد أجزناها بفضل الله تبارك وتعالى في رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم. المجازة أسماء سالم شحات محمد، ابنة قرية مني الدويب مركز أشمون، وقد أجزناها بفضل الله تبارك وتعالى بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله في رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم. المجازة شيماء إسماعيل حسن إسماعيل، ابنة قرية مني الدويب، وقد أجزناها بفضل الله تعالى بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وقبل أن أنتقل من هذه الفقرة لا أنسى إلا أن أتقدم بخالص الشكر ثانيا إلى مشايخ الفضلاء الذين منحوني هذا السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أترحم أولا على أبي الحاج عبد العاطي نصار الذي وهبني للقرآن الكريم وأقامني في هذا الطريق، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الليلة عليه من أسعد لياليه وعلى جميع أمواتنا وأموات المسلمين. نأتي بحضراتكم إلى تكريم حفظة القرآن الكريم مجودا. بس أنا شايف الناس نامت وما بيحيوش أبنائهم من أهل القرآن، هم أولى بالتحية وأولى بالتقدير
أهل القرآن الذين يتمتعون بتلاوة القرآن في الآخرة كما تمتعوا بتلاوته في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حفظة القرآن الكريم كاملا مجودا. الأولى الطالبة مريم مصطفى محمد عبد الرازق. الثانية ديما أحمد عبد الغفور عيد صالح. الثالثة إيمان نجاح محمد علي. الرابعة ندية عرفات محمد يوسف، هذا ولدها. الخامسة آية ربيع عبد الحي إسماعيل طعيمة. السادسة نرمين عاطف عبد التواب هنداوي. ثم مستوى القرآن الكريم كاملا حفظا. والأولى جنى محمد عبد الله أحمد. فاطمة محمد حمدي عبد الله. محمد هيثم السيد إبراهيم. ملك السيد علي طه. ندى محمد عبد الله أحمد. سارة كرم عبد الحميد سلطان. روان ممدوح نور الدين عبد الحميد. جنى كارم عبد الرحمن السيد. محمود سعد علي المرزوقي. نجاة محمد السيد مجاهد. آلاء كرم سيد أحمد تركي. أحمد إبراهيم عبد التواب هنداوي. ندى أحمد عبد العليم دهيم. سندس حسين عبد السميع الربعي. نورا أشرف محمد عطية. ونسأل الله أن يتم شفاءها على خير. عبد الرحمن عبد الله السيد مجاهد. دليا خالد أحمد عبد المعبود. محمد مجدي عبد العليم طه. أنس محمد السيد زاهر. سلمى أحمد جمال دهيم. ملك عاطف عبد التواب هنداوي. مريم عطية محمد عبد الرازق. سلمى أحمد عبد العاطي السيد. تليا محمد عبد المنجي عبد العليم. ملك محمد السيد زاهر. باسم أحمد جمال متولي. ميادة هاني السيد الدسوقي. علي محمد علي الجمال.
محمد مصطفى محمد عبد الرازق، السيد فاروق السيد مجاهد، ريتاج حسين عبد السميع الربعي، مريم احمد اسماعيل، فهيم رضا عطية عبد الاله، تقى محمد عطية عيد، فاطمة احمد ابو العزم، فاطمة رضا حنفي حامد، عهد احمد محمد موسى جمعة، نور وائل السيد زاهر، سلمى احمد محمد البري، نادية احمد سعيد مرسي، حبيبة احمد عبد المحسن جمعة، جميلة محمد رضا محمد، ثريا ربيع عبد الحي اسماعيل طعيمة. اين اوائل الثانوية العامة؟ زمايلك فين يا باسم؟ طيب حتى يتجمعوا نستمع الى هذه التلاوة القرآنية المباركة من هؤلاء الذين اتصل سندهم الليلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات الامام الكسائي رحمه الله تعالى رآه احد ابنائه وطلابه في المنام، فقال له: يا سيدنا ماذا فعل الله بك؟ فقال له: غفر لي بالقرآن. قال: فماذا فعل الله تعالى بحمزة؟ والإمام حمزة هو صاحب القراءة السادسة من القراءات السبع. قال: فماذا فعل الله بحمزة؟ فقال له: هذا في أعلى عليين، إننا لنرى حمزة في الجنة كما يرى الناس الكواكب في الدنيا. هذه الآيات نستمع إليها من بعض الذين أجيزوا الليلة بروايات القرآن الكريم، وإن كنا نود أن نستمع إليهم جميعا لكن الوقت لن يسعفنا، لذلك سنكتفي بسماع البعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن في أكمل لو يطيعكم في كثير واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. القرآن الكريم هو العصمة الواقية والنعمة الباقية والدلالة الدامغة وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. اللهم أدم علينا نعمة القرآن واحفظنا بالقرآن من بين أيدينا ومن خلفنا واجعله شاهدا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. نعود سريعا إلى أجواء التكريم ونبدأ بأبطال الثانوية العامة، هؤلاء الذين سهروا الليالي على مذاكرة دروسهم وعلى تحصيل علومهم، وقد توج الله تعالى لهم هذا التعب بالدرجات العالية، فنسأل الله تعالى أن يديم عليهم نعمة التوفيق. الأول باسم أحمد جمال متولي، محمد إبراهيم أحمد سعيد،
فهد خالد زغلول إبراهيم، محمود خالد عبد العال محمد. تعالوا إلى المستوى الثالث من أبناء القرآن الكريم من حفظة جزء إلى 27 جزء. الأولى نور محمد علي بهجات النحاس. الثانية حبيبة محمد عبد العزيز محمد. عبد الله محمد عبد الله زكي دهين. إبراهيم أحمد عسوي. أحمد محمد أحمد جمعة. ملكة محمد فهيم غالي. مرود هيثم السيد إبراهيم. سما هشام أحمد مصطفى. نور الدين ممدوح نور الدين. ليلى ربيع محروس محمد. سلمى محمود سمير جمعة. بيلسان أحمد عبد المحسن جمعة. إياد محمد عبد المنجي عبد العليم. سيف أحمد سليمان أحمد. مروان محمود نبيل زكي. أنس مصطفى نبيل زكي. أحمد محمد عبد المنجي معروف. أميرة علي توفيق علي جاب الله. الربيع محمد ربيع ذكري. أنس محمد وحيد درويش. أحمد خالد أحمد عبد المعبود. بسمة ربيع عبد الباسط نصار. رنا أشرف محمد عطية عبد الرازق. محمد نادر محمد الحسيني. سلمى خالد سعيد مسعود. أمل إبراهيم سعد مجاهد. المستوى التالي من 15 جزء إلى 20 جزء. والأولى شيماء حافظ حسني عبد الرازق. يوسف محمد عبد الله أحمد. مروان شريف عبد المنصف عبد الحميد. عمر عيد عبد الهادي عباس. روان هاني السيد الدسوقي. الشباب اللي واقفين ورا الجماعة المشايخ فين؟ الناس ديت عند البلم هتوقع الكهرباء عليهم ويعملوا مشكلة للاتم. اللي واقف على كرسي يقعد. اللي واقف على كرسي يقعد بالهدوء يا شيخ عبد الرؤوف. ضحى محمد صلاح جاد. روان هاني السيد الدسوقي. روان محمد حمدي عبد الله. آية محمود نجاح محمود السيد. سما عماد محمد. ريتاج أيمن السيد الدسوقي.
رجاء محمد صلاح جاد، احمد سامي السيد محمد، ريناد عمرو السيد الدسوقي، ياسمين عماد ابراهيم محمد، مريم محمد سمير الحسيني، ابراهيم محمد السيد مجاهد، عبد الله محمود احمد جمعة، جمال احمد جمال متولي. والله الحلاوه حلاوتك يا عم احمد. هنا عبد الحميد السيد الربعي، محمد علي توفيق علي، آلاء عبد الله محمد علي، محمد احمد عبد المحسن، احمد محمد اسحاق علي، مريم ربيع محروس محمد، يارا هيثم ناجح طه، فاطمة عطية ابراهيم عطية، سلمى وائل احمد عبد الرحيم دهيم، احمد اشرف محمد عطية، يوسف سامح نجاح محمود، منى عبد النعيم عطية عبد النعيم، اسماء وائل عبد العاطي السيد، شيماء السيد عبده احمد. ايها الاحباب، استراحة خفيفة نستمتع فيها بكروان الفجر وكروان محافظة المنوفية. هذا الرجل العملاق فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد الذي امتعنا في مثل هذه الليلة من العام الماضي، هذه الليلة التي تركت في قلوب اهل سمان وفي اسماعهم بصمة لن تمحى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه هذه الليلة ليسعدنا كما أسعدنا في الليلة الماضية. وهذا كان طلب أهل سمان جميعا، أنهم يريدون أن يشنفوا آذانهم للمرة الثانية والعاشرة والألف إلى فضيلة المبتهل الإذاعي فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد، فليتفضل مشكورا سائلين الله تعالى له أن يمنحه مددا وعونا من عنده لا ينقطع. الله 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 الله.